خسائر فادحة تكبدها الطرفان التشادي والليبي في الحرب بينهما خلال ثمانينيات القرن الماضي. أكثر من ربع قرن مضى على هذه الحرب، لكن قتل الحرب والمفقودين فيها لم يتم حصرهم حتى الآن. شارك حسن الذي كان جنديا في الجيش التشادي في إحدى المعارك التي دارت من أجل السيطرة على منطقة أوزو. هؤلاء كانوا 3 من سائقي الدبابات ضربت دبابتهم بصاروخ، دفنوا هنا فورا بجانب هذه الدبابة. كان هنا كثير من الدبابات بعضها استعادها العقيد القذافي بعد الحرب، كما استفاد الجيش التشادي أيضا من الصالح منها. لكن بعض قتلى المعارك لم يجدوا حتى من يحفر لهم قبورا يوارون فيها. تمكنت الجزيرة من التحقق من صحة ما يقوله الناس هنا من أن رفات عدد كبير من القتلى لا يزال في المناطق الجبلية والصحراوية بمنطقة أوزو دون أن يدفن رغم مرور أكثر من ربع قرن على هذه الحرب. في أوزو كان الليبيون يدفنون قتلاهم بالجرافات، لكن الحيوانات كانت تنبشها، لذا ترى كثيرا من العظام. آبار المياه التي نشرب منها ونزرع منها ألقيت فيها الجثث. الجيش التشادي فعل ذلك لأن أعداد القتلى أكبر وهم مستعجلون وفي حالة حرب. وعندما هرب الجيش التشادي من المنطقة تفرقوا في الجبال وبعضهم مات عطشا، ولذلك فأماكن الجثث غير محددة. هذه هي أوزو التي تكبد الطرفان التشادي والليبي خسائر فادحة في صراعهما من أجل السيطرة عليها. وضعت الحرب أوزارها واستعادت تشاد المنطقة من ليبيا بقرار من محكمة العدل الدولية. ورغم انتهاء الصراع استمرت معاناة السكان من آثار الحرب كالألغام والمتفجرات الأخرى. فضل عبد الرزاق، الجزيرة، أوزو، شمالي تشاد.